بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. نبدأ نعمل بقى ايه مخبوزات العيد اللي اتأخرت عليكم قوي. كانت تايهة طبعا مع العزومات بقى والوجبات، وانتوا عارفين الايه الشهر كان كله كل يوم اكل، وكل يوم بقى الواحد مشغول فيه. ما كنتش عارفة الصراحة اعمل لكم الحاجات بتاع العيد، بس هنبدأ بقى ان شاء الله. واول حاجة هنعملها مع بعض الكحك. هنعمل الكحك بتاع العيد الدايب الجميل بحاجات بسيطة عادي زي اي ما حد بيعمله، يعني مش هقول لكم انا افتكس فيه ولا حاجة. دول معانا 2 كيلو دقيق، اي نوع دقيق انت متعودة تستخدميه، بس اهم حاجة انه تبقى عارفة ان النوع يعني حاجة نظيفة، عشان في دقيق فعلا بيبوظ الحاجة، ممكن ينشف منك المخبوزات بتاعتك. دول 2 كيلو دقيق، يعني هو كيلو الضحى وكيلو انا كان عندي جايباه من عند العطار، بس انا بتعامل مع عطار بجيب منه حاجات نظيفة، يعني دايما باخد منه الدقيق بيبقى كويس. ماشي يا حبايبي، دول ايه 2 كيلو دقيق. اول حاجة بقى ايه، صلوا على النبي ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا بسم الله كده. كيس خميرة، معلقة كبيرة بيكنج بودر، معلقة ريحة كحك. انا ريحة الكحك بص هي ريحتها اللي انا جايباها جاهزة من عند العطار، ريحتها جنزبيل وقرفة ودقيق، مش اكتر من كده. فانت لو عندك الحاجات دي اعمليها في حطيها من البيت وخلاص، ما تشتريهاش حاجات صغننة كده. يعني ال2 كيلو ممكن تحط لهم ادي ربع معلقة صغننة كده جنزبيل وربع معلقة قرفة، بس انا كنت بحط معاكم قرفة وفلفل اسود، وده بيبقى بديلك ريحة الكحك عندي. فانا اشتريتها السنة دي، بس يعني مش شايفاها فيها حاجة يعني مختلفة. ماشي يا حبايبي، ذرة ملح. ماشي وكده ايه، دي المواد بقى الجافة معانا. بسم الله. تاني حاجة ايه، يجي حوالي نص كوباية سمسم محمص، برضو انا جايباه من عند العطار ونضفته وحمصته في البيت. بسم الله ولا قوة الا بالله. قلبهم كده. هنحط يا حبايب قلبي لل2 كيلو 5 مجات من ده. بصوا المج بتاعنا ده اللي بنشرب فيه الشاي اهو في كل بيت، هنحط 5. طبعا في دقايق بيشرب في السمن شوية، حطيتي ال5 ولقيتي العجينة ناشفة زودي تاني نص. ماشي يا حبايب قلبي، حطينا كده 1 والتاني اهو. هنكمل الباقي بقى. حطينا السمنة اهو يا حبايبي، السمنة بتاعتي دافية ومش شرط تكون دافية، يعني لو باردة عادي بس تبقى سايلة كده، ما يكونش من التلاجة ولا متجمدة. ماشي يا حبايبي، هوريكم شكل الدقيق لما حطينا له السمنة يبقى عاملة ازاي. بسم الله ولا قوة. برضو في العجين ما تحطيش مية كتير، عشان المية الكتير بتخلي برضو بتقللك من نعومة الكحك فبتوهي السمنة. هنحط يعني ال2 كيلو دول هنحط لهم حوالي كوبايتين او كوباية ونص مية بس. هنبس بقى فيه كويس كده عشان يطلع معانا كحك دايب كده وجميل. بصوا يا حبايبي، نبس فيه كويس عشان نتأكد ان السمن والدقيق يتغلفوا كويس مع بعض ويندمجوا مع بعض. ماشي يا حبايبي. بس فيه كده كويس. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا العجينه شكلها عامل ازاي، اللي انت تشوفيها كده تقولي ايه ده مش هتاخد ميه، ده هتبقى طريه جدا ومش عارفه كده اهي. بصوا لا دي هتاخد ميه وهتبقى عجينه عاديه خالص وهتبقى زي الفل. هي يبقى شكلها كده بالسمنه، لكن بالميه هنحط الميه اللي احنا عايزينها. هي كده لسه لما نحط الميه هتنشف يعني. ده الكحك الدايب اللي زي بتاع المحلات بالظبط. يلا نحط الميه بقى.
بص الكوبايه دي كوبايه شوربه اهي من اللي هي بتاع العصير والميه، شايفين؟ بسم الله، ميه دافيه من الحنفيه عادي. بسم الله. بصوا يا حبايبي، كده حطينا احنا كده كوبايه ونص من الميه، عجننا العجينه بتاعتنا. هتختبري عجينتك ازاي؟ اهو كورنا كرة، لا شققت ولا اي حاجه. طبعا هي لسه ما خمرتش، لما تخمر هتديكي قوام احسن من كده. ماشي يا حبايبي، هنسيبها بقى ترتاح كده مع نفسيها. نعمل العجينه كده حلو، نسيبها ترتاح. نغطيها بكيس كده من بتاع التلاجة. ونروح نجهز بقى ايه الحشو بتاعنا. الحشو بتاعنا يبقى عبارة عن ايه؟ احنا نحط ملبن، هنعمل سادة وملبن. انتوا لكم حرية الاختيار، حطوا مكسرات، حطوا ملبن، حطوا عجوة، حطوا اللي انتوا عجمية اللي انتوا عايزين. ماشي يا حبايبي، سيبها بقى ونروح نعمل الملبن. بصوا يا حبايبي، معايا هنا كده نص. هتعملي الكمية كلها، ممكن يعني تزودها عن النص شوية لو هتعملي الكمية كلها ملبن. انا مش عارفة بالظبط ال2 كيلو يعني، هو لا كيلو العجين مش هياخد كيلو، نص كيلو، كيلو ملبن يعني. ال2 كيلو عجين ممكن هو النص او الكيلو لل2 كيلو. معانا بقى نص ملبن اهو، نص وحبة كده. معلقتين سمن كبار. السمنة طبعا سايحة عشان لسه مسيحاها، بس هي باردة. نحط عليهم ايه؟ معلقتين من السمسم المحمص الجميل بتاعنا ده، وكيس من الفانيليا، وهندمجهم في بعض ونشكلهم بالقطع المناسبة لنا اللي احنا على قد ما احنا عايزين. بصوا حبايبي، انا دمجت كده السمسم مع الملبن مع الفانيليا مع السمنة. خلاص ملزق في ايدك، نضفي ايدك كويس. وهاتي بقى كيس كده زي كده، كيس تلاجة، ودهني برضو سمنة او زيت، حبة زيت كده في طبق، ودهني ايدك كده. وقطعي بقى الايه القطع المناسبة ليكي، ولا هيلزق ولا هيعمل اي حاجة اهو. لو انت الكحكايه بقى بتحبها صغيره، بتحبها قطعها على قد ما انت عايزه. بصوا يعني القطعه دي بالنسبه للكحكايه الصغيره حلوه قوي اهو يا حبايبي. ولا محتاج تلاجة ولا غسالة، على طول كده خلع من ايدك ولا اي حاجه. هتمسكي بقى، واحنا بقى مع بعض هوريكم ازاي هنحطها برضو في العجين. هخلصها بقى وارجع لكم. بصوا حبايبي، هناخد قطعه العجينه بقى بعد ما ارتاحت اهي، على قد ايه الكحكه اللي احنا عايزينها. ندمجها الاول في ايدينا كده وهنفردها اهو. بصوا قطعه الملبن طالما خلاص عملناه بالزيت او بالسمنه، غلفناه كده خلاص مش هيلزق في ايدينا ولا حاجه. بصوا هتحطيها كده، مش هنفرد ولا نعمل لها اي حاجه. هنعمل التكه دي فين؟ هنا بالغربال بقى او بالمنقاش او باللي انت بتحبيه، وهنعمل كده تطلع احلى كحكايه. حاسه ان الكحكايه دي كبيره شويه، ممكن نصغرها. بصوا حبايبي، واحده كمان اهي. انا هجرب معاكم بالمنقاش لان انا فاشله في المنقاش يعني. نسويها برضو كده عشان يبقى الكحكايه برضو من تحت متسويه. مفيش اسهل من كده كحك. بسم الله. بسم الله ولا قوة الا بالله. عايزة بقى بالمنقاش، عايزة بالبصمة دي كده في السريع،
اي حاجه. شايفين هي مش واضحه قوي، بس يعني شكلها حلو. وهنحطها. نعمل واحده كمان كده بالمنقاش. يا كحك العيد يا احنا يا بس. بصوا الجمال يا ولاد، بسم الله ما شاء الله. بصوا ولا اسهل من كده كحك. اعمل معاكم كمان واحده بالبصمه كده، وبعدين اخلص بقى الكميه كلها مع نفسي كده من ايه، عشان الفيديو ما يطولش عليكم. حسيت العجينه كتيره في ايدك، روحي لما كده وشايله جزء منها اهو. هنعمله كله بالبصمه بالشكل ده اهو. بصوا هنكور كده، بس ايه يعني اعملي مثلا نملي الصينيه زي كده وبعدين نروحي مبصماه، ما تسيبهاش للاخر اهو. بس اخلصه كله بقى بالطريقه دي وارجع لكم. صلوا بقى على النبي وحد الله كده وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك. بصوا حبايب قلبي يا حلوين، خلصنا كده تقطيع اهو. بصوا ال2 كيلو ما شاء الله تبارك الله مع الملبن عاملين لنا يعني اكتر من 3 كيلو كحك. بس قطعت لكم بقى احجام واشكال مختلفه. عملت ده بالمنقاشه اهو. بصوا الجمال والحلاوه. الكحكايه لا هتتخن ولا هتفرش ولا اي حاجه، لان ده دايب. الخميره ما بتتفاعلش مع الدايب قوي، تشم ريحه العجين تلاقي فيه خميره، لكن هي مش بتتفاعل معاه وبتخلي حجمه يكبر ولا حاجه. زي ما انت مقطعاه هتلاقيه. بصوا بصوا بقى الجمال ده. ايه رايكم في الروقان ده؟ بص بنتي بقى الكتكوته كده، هي بتحب الكحكايه الصغننه، فهي قعدت عملت الصينيه دي كده بايديها، قالت دي ليا عشان هي بتحب الحجم ده في الكحك. بصوا جميله ازاي. يلا بقى شجعوها بقى واعملوا لها لايكات كتير كده واجبروا بخاطرها. على فرن بقى سخن 180 وفي النص. وهنحط الصواني بتاعتنا ربع ساعه تلت ساعه، ممكن يبقى 25 دقيقة على حسب يعني ما ياخد اللون الحلو بتاعنا والكحك يستوي معنا حلو. ماشي يا حبايبي. هنبدأ نروح نسوي بقى. خلاص خلصنا قطع، يبقى كده خلاص خمر. هناخد اول حاجة عملناها، اول صينية شكلناها هي دي اللي هتتحط برضو اول حاجة في الفرن. ماشي. يلا بقى بينا نروح نسوي. وصلوا على النبي بقى وحطوا لايك. بصوا يا حبايبي بقى، بصوا الجمال والحلاوة. بصوا الكحك وجماله، يا جماله يا تكاته يا حركاته. بصوا المنقوشة بالمنقاش والمنقوشة بالبصمة، بس هي النقشة في بعض الوحدات راحت، او في معظم الوحدات راحت، يعني في حاجات باينة وفي حاجات راحت منها النقشة، بس مش مهم عندي خالص النقشة، المهم الطعم والحلاوة والكحكاية الجميلة. بصوا السوا حاجة كده عسل وخفيف جدا ودايب، واللي تاكلي منه كده ما تشبعيش. تعالوا شوفوا بقى الملبن. بصوا الجمال والحلاوة. الملبن ما نشفش ولا حاجة لما عملناه. بصوا الذوبان. هجيب لكم واحدة سادة عشان اوريكم هو دايب ازاي. بصوا حبايبي ده السادة. بصوا حاجة كده عسل، تاكلي منه بقى ايه ما تشبعيش. اللي هو دايب وماسك نفسه ما بيتكسرش، مش من الحاجات التقيلة اللي تاكلي منها يعني تضايقك، خفيف جدا اهو. ودي كل الكمية ايه. بصوا طلع كمية قد ايه. انا اكتر من 3 كيلو كحك. طبعا انا عملته يعني ايه قبل الفطار، لما قمت كده على طول من النوم عجنته
وعملناه شكلناه كده. وبعد الفطار ايه بدأت اسويه من حلاوته بقى. ولادي دقوه بيقولوا لي انت عامله لنا كميه قليله ليه. اعمل ايه تاني بعد 2 كيلو. ده بقى يا حبايبي السكر بتاعنا اهو. نحط عليه السكر. انا بحبش انا احط على كميه بس بسيطه قدامكم. انا بشيله كده وبعمل السكر طلب بطلب. ليه بقى؟ عشان السكر بيمتص الدهون من الكحك. ماشي يا حبايبي. فانا بعمله كده ايه طلب بطلب. احط كده دول 3 معالق نشا او 2 معلقة نشا عشان السكر ما يقعش من على الكحك. لما نحط السكر على الكحك بتاعنا يفضل السكر ماسك فيه. ماشي يا حلوين. صليتوا على النبي بقى وحطيتوا لايك. حطوا لايك. بصوا حبايبي بقى السكر. شوف الكحك بالسكر وجماله وتكاته وحركاته يا سيدي. هو ده العيد. بصوا الجمال. بصوا شكله حلو ازاي. وخصوصا الحاجات النونو الجميلة اللي بنتي عاملاها دي اهي. حاجة كده اخر عسل. باقي الكمية اهي. حبيت ارصلكوا رصة محلات بس طلع كده. مش عارفة بقى كده محلات ولا كده ايه. مش عارفة قولولي بقى. بس عسل. حاجة كده عسل وبايديكي وببيتك وبراحتك. والاسعار بره طبعا نار. ف يعني 2 كيلو دقيق ويعتبر كيلو سمن او كيلو ربع سمن. يعني ما يعادلش 8 كيلو كحك من بره. بصوا. يلا بقى لو عجبكم الفيديو ولو عجبكم الكحك بتاعنا متنسوش تحطوا له لايك. واللي بيشوفنا لاول مره ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.